السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا في الحلقة ال77 من مسلسل كريستال. في الحلقة دي بعد ما فاي اتكلمت مع واحدة في المستشفى وعرفت منها إن باسل هيخرج، فرحت جدا وفضلت تحمد ربنا. ندى في الوقت ده عرفت منها وبتسألها عايزة تروحي تشوفي باسل، ففاي بتبص ليها وبتسكت. وبعدين باسل بيخرج من المستشفى، فاي بتروح هناك وبتكون متنكرة وبتقف من بعيد تبص عليه. في الوقت ده باسل بيبص ناحية فاي، وفاي بتستخبى من علياء، وعلياء بتلاحظ وبتبقى بتبص ليها، ما بيلحقش حد. علياء في الوقت ده بتسأل باسل وبتقول له انت بتبص على ايه؟ فبيقول لها على الصحفيين. فعامر بيقول له هيحصل حاجات كتيرة قوي الفترة اللي جاية لان انت بقيت مشهور. فباسل بيقول له ان انا بقيت مشهور بفضل اختي. بعدها بيوصل على القصر، وباسل اول ما بيدخل بيفتكر الايام والاحداث، وبتيجي الممرضة الجديدة عنده. وباسل بيقول له ان هو بقى كويس ومش محتاج حد يساعده. فعامر بيقول له ان انت هتحتاجها الفترة اللي جاية. علاء بتقول له ان انا خليت اوضة الممرضة فوق. فباسل بيقول لها ان الممرضة ان هو عايز يعيش في اوضته، مش عايز يعيش فوق اصلا. وبيجي رايح بيفتح الأوضة، الممرضة بتروح بسرعة عشان تفتح ليه، لكن باسل بيفتح الباب وبيقول لها ان هو تعبان النهاردة ومش محتاج، مش محتاجها في اي حاجة. فبتقول له براحتك، وبيدخل على جوه. علاء بتيجي تتكلم معاها فبيقفل الباب. فعلاء بتقول لعامر ان الاوضه دي فيها ذكريات كتير وخايفه تاثر عليه. في مشهد تاني فاي وندى بيكونوا راجعين البيت، وفاي بتقول لندى شكلك تعبان جدا، طول النهار بتلف على البيوت عشان تخدمي فيه وجوزك طلال قاعد مكانه. فندى بتقول لها الحمد لله ان احنا قادرين نعيش ومستورين، وبعدين ما انت كمان يا فاي تعبانه في شغلك. فاي بتقول لها ان انا عايز اعرفك حاجه يا ندى، ان انا سبت الشغل من غير ما اخد اي مصاري. فندى بتتفاجئ وبتقول لها معقول كل شويه تسيب شغلانه؟ وبتحكي لها على اللي حصل معاها. فبتقول لها كنت صبرتي شويه لحد ما تقبضي الشهر بتاعك. في الوقت ده بتتفاجئ ان ورد جايه معاها شنط كتير. فندى بتقول لها جايبه الحاجات دي كلها منين؟ ففاي بتقول لها ان انا عارفه منين، وبتروح تمسك فيها وبترمي لها كل الشنط على الارض. فورد بتزعق ليها وبتقول لها ان انا جايبه الحاجات دي من الفلوس، لكن فندى من فلوسي. فندى بتقول لها بتدخل بتبعدهم عنها وبتبعدهم عن بعض، وبتقول لها اهدي شويه عشان اللي في بطنك. فبتاخدها وبتدخل على البيت. وطبعا ورد لما بتسمع كده ما بتكونش مصدقة وبتفضل تقول اللي في بطنك. بعدها فاي وندى بيدخلوا البيت وبتقول لها اهدي شوية يا فاي، هي العصبية دي غلط على اللي في بطنك، عليها باسم سمير ابوها. فاي بتديها الاشاعة وبتقول لها تفتكري هيكون ولد ولا بنت؟ فندى بتقول لها ايا كان هيكون حبيب خالته. بعدها علياء بتكون قاعدة مع عامر وبتفضل تدور على الانترنت، وبتقول في ناس كتير عاشوا بالرصاص ده في دماغهم 20 سنة، لكن في واحد تاني عاش 5 سنين بس. بيقولوا هو احنا قلنا لك ان هو هيموت؟ فبتقول لهم انتوا قلتوا لي 5 ايام او شهرين او 3. بيقولوا لها محدش يعرف هو ممكن يعيش قد ايه، لكن ما ينفعش انت تتجاهلي الموضوع ده يا علياء. في الوقت ده بتقول ان هي هتقضيها بالشغالين الموجودين عندها لحد ما تلاقي عيلة يعيشوا معاها في القصر ويخدموها في القصر. وكمان الممرضة بتوصل عندهم، فعليا بتكون مستغربة جدا من طريقة لبسها، وبتدخل تسلم على عامر وبيعرفها على علياء. فبتقول له هو في حد ما يعرفش علياء كرم؟ بعدها بتدخل على القصر وتروح على أوضة باسل وبتفضل تتفرج عليهم، وبتقول ان شكلهم هيتفقوا كتير مع بعض. في نفس الوقت ورد بتفضل تفكر وبتقول ان انا غبية جدا طول الوقت، ان انا ما خدتش بالي. فاي بتاكل كتير قوي وبتقول ان هي هتكسب كتير من ورا اللي في بطنها. فاي دي بعدها ورد بتكون عمالة تدور وحاسة ان في حاجة، ان هي حامل. في الوقت ده اللي بتدور فيه بتلاقي الاشاعات بتاعة الحمل وبتفرح جدا، وبتقول ان البيبي اللي جاي ده احلى حاجة،
وبتاخد الاشاعات وبتحطها معاها في الشنطة. في مشهد تاني علياء بتكون قاعدة مع عامر وبتقول ان فاي اكيد هترجع تاني وتظهر في حياتهم. فعامر بيقول لها اكيد ده اللي هيحصل، لان كمان اجراءات الطلاق لسه ما حصلتش. وبعدين فاي برضو تعبانة جدا الفترة اللي فاتت دي مع علياء، وبتقول لها ما تقارنش بينها وبيني. هو انت ما شفتش عملت ايه مع اخويا باسل اليوم اللي سبته فيه؟ وكمان كانت في حضن جواد في الوقت ده. وهي بتتكلم معاه، عامر بيجي له تليفون، بيبص بيعرف ان هي بتتصل بجواد، لكن ما بيرضاش يرد عليها. وبيقول لها ان مش ممكن المشكلة اللي بينك وبين فاي هي جواد. في الوقت ده بتسمع ورد واقفة مع باسل فبتقوم بسرعة وبتروح ناحيتها وبتقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ فورد بتقول لها ان انا جاي عشان اطمن على باسل. فبتزعق ليها وبتاخدها على بره وبتقول لها لو قربت من باسل مرة تانية انتي او فاي هبلغ الشرطة وهسجنكم وهندمكم ان انتوا قربتوا منه. فورد بتقول لها ان انا عايزاكي تستني شوية وتشوفي ايه اللي هيحصل، حاجة هتخليكي تطير من عقلك يطير وبسببها، وبتسيبها وبتمشي. عامر بيرد على التليفون، وعلياء لما بترجع بيكون قفل معاها. فبتقول له مالك يا عامر، في حد ضايقك؟ فبيقول لها لا. فبتقول له امال ايه التليفون اللي جالك ده؟ فبيقول لها هو بس عنده بس شوية مرضى وعايز يشوفهم. بعدها عامر بيروح يقابل جواد وبيسلم عليه وبيقعد معاه، بيقول له ايه اللي رجعك؟ فبيقول له ان انا هو عنده عملية يخلصها بس وهيمشي. في نفس الوقت ده فاي بتكون قاعدة مع اخواتها، وطلال بيكون متضايق جدا ان هي سابت الشغل، وبيقول لها ان هو كمان لازم تروح تعمل الواجب وتزور باسل. فندى لما بتسمع الكلام ده بتسمع كلامه وبتقول له بص يا طلال، كفاية فاي بتتضايق من كلامك. وبتدخل على جوه وبتطلع العلبة اللي موجودة فيها الاشعاعات بتاعة الجنين، لكن بتتفاجئ ان هي مش بتلاقيها. وبتطلع بسرعة على ورد وبتزعق ليها وبتقول لها فين الحاجة بتاعتي اللي كانت في الأوضة؟ فورد بتقول لها حاجة ايه اللي انت عايزة كنت شايلاها؟ حتة دهب مش لاقياها في الأوضة. فطلال أول لما بيسمع كلمة دهب فبيقول لها دهب ايه اللي بيدخل في الموضوع، وفاي بتتعصب جدا عليه. فندى بتقول لها خلاص يا فاي، هي شكلها مش عارفة حاجة. وبيدخل على الأوضة وبتدخل على الأوضة وبتقعد معاها وبتفضل تهديها وبتقول لها طيب وردة هتعمل ايه بالحاجات دي؟ فبتقول لها اكيد هتاخدها وتروح تنشرها في الجرايد عشان تاخد من وراها مصاري، والناس كلها ساعتها هتعرف كل حاجة. فندى بتقول لها كده كده الناس هتعرف تعرف اللي في بطنك يا فاي. مسير بطنك هيكبر، لو حتى نفترض ان انت خلفتي ومش هنخلص من كلام الناس. طلال مش هيسكت وتقدري تقولي تكملي ايه ساعتها وهتقولي ايه لابنك ده مين ابوه. فاي بتكون متضايقة من كلامه فبتقول له ولا هتقولي يا فاي ان ابوه خدك في غرفة في فندق وبعدين ادالك ظهره ومشي؟ فاي بتقوم وبتسيبها وما بتردش ترد على كلامها. في نفس الوقت لمياء بتشوف الاخبار اللي على التلفزيون بخروج باسل من المستشفى. فبتقول لعلياء بتقول لها ان هي كانت عايزاها تروح ليها، بس كانت عايزة تستناها شوية لما باسل يستريح. مالك بيكون قاعد جنب لمياء وبيقول لها الانسان ده مش طبيعي، لكن علياء بتقول له ان هو انسان كويس جدا. فبيقول لها ده شاب مستحيل يجي من وراه خير. فلمياء بتتضايق من كلامه وبتقول له عيب عليك يا مالك، ممكن علياء تسمع وانت بتتكلم كده؟ فبيقول لها هو العيب عليا ان انا وبس، العيب على جواد كمان ان هو ما جاش يطمن على تامر ورفيف طول الاجازة.
عامر بيكون لسه قاعد يتكلم مع جواد وبيسأله امورك كويسة مع نور، فجواد بيقول له كويسة. فعامر بيقول له طيب كويس، وبيقول له ان هو هيخلص على طول العملية اللي عنده وهيرجع على طول هناك تاني، لانه اتفق هناك مع شركة في امريكا وهيشتغل معاهم. فبيقول لعلياء هتبقى متضايقة منك لان انت ما طمنتش على باسل. فبيقول لها ان انا عملت معاك اللي اقدر اعمله عليه وقبل ما يدخل المستشفى. فعامر بيقول له بلاش تضحك على نفسك يا جواد، انت عارف ان انت بتتصل وما تنكرش ان انت بتتصل كل يوم عشان تطمن على حالته. فجواد بيقول له ان انا خلاص يا عامر انا كده عملت اللي عليا. وطبعا عامر بيكون متأكد ان جواد مش راجع بس عشان موضوع العملية اللي بيقول عليها. بيقول له ان هو مش مقتنع بالكلام ده اللي راجع تاني. ان لو جواد رجع تاني، جواد بيكون ساكت وعمال يفكر وما بيردش عليه. بعدها جواد بيرجع الاوتيل في نفس الاوضه اللي كان فيها، وبيفتكر اللي حصل مع فاي قبل السفر. وبيقول لنفسه زي ما سافرت رجعت تاني على نفس الاوضه يا جواد. في الوقت ده علياء بتكلم المحامي على التليفون وبتقول له ان هو يخلص على طول اجراءات الطلاق عشان يخلص بقى تخلص بقى من الموضوع ده. بعدين بيجي لها تليفون تاني، حد بيقول لها على مكان فاي ان هم لقيوها. في نفس الوقت ورد بتكون خارجة، فندى بتقول انت رايحة فين؟ فبتقول لها رايحة للشغل، رايحة عشان تعمل مقابلة. ندى بتبقى مستغربة من كلامها وما بتكونش مصدقاها ان هي رايحة الشغل ولا اي حاجة. فبتقول لها معقول تلاقي شغل؟ فبتقول لها ادعي لي ان انا اتقبل. ما كانش زي فاي كل يوم في شغلانة، كل يوم في شغلانة وبعدين بتيجي ماشية. فندى بتنادي عليها وبتقول لها ان انت رحت ليه على اوضة فاي؟ فورد بتقول لها ان انا ما رحتش على اوضة فاي. وبعدين ايه اللي كان في اوضتها مهم قوي كده للدرجة دي؟ فندى بتقول لها خلاص يا ورد، ما بترضاش ترد عليها وتقول تعرفها على اي حاجة. ورد بعدها بتمشي وبتقول ما تقلقيش، ورد ما عرفتهاش حاجة عن الموضوع، احنا هندور وان شاء الله هنلاقيهم. بعدها ندى بتدخل البيت ورفيف بتكون هناك وبتبقى مدية فلوس لطلال. فندى اول ما بتدخل طلال بيخبي الفلوس في جيبه احسن ندى تزعق. وندى بتزعق لرفيف لما بتشوفه كده وبتقول احنا مش عايزين منك اي مساعدة ولا اي مساعدات، وبتاخد الفلوس من طلال وبترميها في وشها. فرفيف بتقول لها ان اصلا انا اصلا غلطانة ان انا جيت هنا من الاول، وبتسيبهم وبتمشي. بتكون متضايقة قوي من الموقف ده، وطلال بيقول لها ليه بس عملتي معايا كده؟ في مشهد تاني علياء بتوصل على المحل اللي شغالة فيه، وفاي بعدين بتنزل وبتروح ناحية فاي. أول ما بتشوفها بتصدم ما بتكونش مصدقة، وعلياء بتبدأ تتكلم لكن فاي بتقول لها ان هي استحملت كلام كتير من الناس لكن مش هتقدر تستحمل كلامها من علياء. علياء بتقول لها يعني انت بتشيلي ايدك من الموضوع الانتحار ده؟ فاي بتقول لها ان هما الاتنين السبب في موضوع الانتحار، ولا نسيتي يا علياء اللي انت عملتيه؟ فعلياء بتقول لها في الوقت ده ان انا كنت واقفة مع باسل وهو عايز يضرب نفسه بالنار و... وعمالة تعيط وبتبكي، وبتقول له شفت يا جواد عملوا فيه ايه؟ انا مالي باللي بيحصل يا جواد اللي عملوه فيك، بعدين تستاهل كل اللي يحصل لك. وبتطلب منه ان هو ما يقربش الباسل خالص. فبتقول له ان هي ما جاتش جنبه. فبتقول لها لا بعتت ورد عنده في القصر. وطبعا فاي بتتفاجئ لما بتسمع كده ان هي ما عملتش اي حاجه والكلام بالموضوع ده. فبتهددها ان هي تقرب من باسل، وبتقول لها ان المحامي خلاص هيخلص كل حاجه ولازم تكون موجوده في المحكمه بكره. في مشهد تاني ورد بتروح المستشفى عشان تطمن على باسل وهو بيعمل جلسات العلاج. الممرضة بتمنحها، وعامر بيلاقي صوت عالي فبيخرج بيقول لها خلاص سيبيها، وبيطلب من ورد
ان هي تمشي، وبيقول لها احنا مش عايزين مشاكل لان احنا في المستشفى. فورد بتقول له ان هو لازم تقابل باسل. في الوقت ده باسل بيخرج من جوه وبيشوفها وبتروح ناحيتها وبيسلم عليها، وبتقول له ان هي محتاجة بس تتكلم معاه 5 دقايق. بعد ما بيبقى بعد كده ان هو فرحان جدا ان هو بقى كويس، وما كانش مصدقين ان هو رجع يتكلم عادي زيهم. وبيقول لها ان هو بقى يتعامل زي اي انسان طبيعي، وبتقول له ان ده خبر حلو قوي، وهو كمان عنده خبر هيفرحه. وبيطلع من الشنطة الأوراق بتاع الحمل بتاع فاي. هي عندها خبر حلو، وبتطلع الأوراق بتاعة الحمل بتاعة فاي وبتديها له في إيده، وبتقول له إن هو بقي أب. وطبعا باسل لما بيسمع كده بيكون مصدوم ومش مصدق. في مشهد تاني رفيف بتكون متضايقة جدا، فبيان بتحاول تهديها وبتقول لها ان هي اكيد اختها كمان متضايقة زيها وندمانة على اللي هي عملته. لكن رفيف بتقول لها مستحيل تكون ندمانة، انا بس هتجنن ان هي عملت ايه لكل ده. فتامر بيقول لها ان هي مكبرة الموضوع جدا، هي يعني اتجوزت ما قالتش ان هي ندمانة مثلا. وقالت معاها حق، لكن خلاص موضوع عدى عليه. ف عدى عليه شهور. فبيان بتقول له خلاص يا تامر ما تزودش عليها، وبتقعد جنبها. فرفيف بتقول لتامر عندك حق، فاي راحت اتجوزت اخو اللي قتل باباها، وكمان كانوا عايشين معاهم في نفس البيت ومحدش فيهم اتكلم. انا لما اتجوزت الانسان اللي بحبها سمعت كلام بابا، جيت اعيش في القصر عشان اشيل الحقد اللي جوايا، يقوموا يعملوا كده. فبيان بتقول خلاص ما تزعلش نفسك وبتحاول تهديه. وتامر كمان بيقول لها بقالك شهور تفكري فيهم، سيبيهم شوية هما يفكروا فيكي. في الوقت ده جواد بيوصل عندهم وبيفرح جدا لما بيشوفهم. بيقول ليه ما عرفتش ان انت جايه هنا. بيقول لها ان انا جيت عملت لها لك مفاجاه. وكمان بيعرفهم ان هو هيقعد اسبوع واحد. فمان بتقول له ان لمياء هتفرح جدا لما تعرف ان انت جيت، وبتاخده وبتدخل على جوه. فرفيف بتكون واقفة متضايقة جدا. فتامر بيقول لها خلاص بقى يا رفيف، بيتكلم بعدين في الموضوع ده، وبيجي ياخدها معاه وبتقول له ادخل انت وانا جاية. وبيتصل بعدها على فاي وبتلاقي تليفونها مقفول، فبتبعت ليها رسالة ان هي عايزة تكلمها ضروري. في الوقت ورد بتكمل كلامها مع باسل وبتقول له ان فاي تعبانة وحامل، وكمان بتشغل دماغها ودماغها ناشفة جدا، مش عايزة تعرفك اي حاجة. انت لازم كل يوم تدعيلي لان انا السبب في ان انا عرفتك الموضوع، ولولا يا باسل ما كنتش هتعرف اي حاجة. ومش مهم دلوقتي حاجة اللي بينكم، المهم البيبي، ولو هو اصلا اللي في بطنها نجا كرم كبير قوي من ربنا. فباسل في الوقت ده بيسألها وبيقول لها فاي فين دلوقتي. في نفس الوقت عامر بيكون واقف بره وبيتكلم مع علياء في التليفون، وعلياء بتسأله عن باسل وبتقول له في حاجات حصلت. فعامر بيقول لها مفيش حاجة. في الوقت ده ورد بتخرج من عند باسل وبتمشي. فعامر بيدخل له وبيقول له عايزك تحكي لي عن حاجة. فباسل بيخبي الأوراق بتاعة الحمل، وبعدين بيقول له عايز منك فلوس. فعامر بيسأله بيقول له عايزها ليه. فبيقول له عشان رايح مشوار وعايز أركب تاكسي. في مشهد تاني جواد بيكون قاعد معاهم ولمياء فرحانة جدا وبتقول له ان في حاجات كتير قوي اتغيرت الفترة اللي فاتت، بس تفتكر ان هي شو ده كله ممكن يروح في اسبوع واحد. فمالك بيدخل في الكلام وبيقول ان قصدها ان هي خبت منك فيك. لكن لمياء بتقول له ان قصدي اسبوع واحد مش كفاية. فجواد بيقول لها ان اسبوع واحد كفاية بالنسبة لي. ومالك بيقول له طبعا مش قادر تبعد عن نور. في الوقت ده كلهم بيطلبوا منه ان هو يقعد اكتر من اسبوع واحد، وبيبقى عايز يقعد معاهم في القصر وبلاش يقعد في الاوتيل. فبيقول لهم ان هو بس هيجيب اغراضه ويطلع على طول.
وكمان هيقعد معاهم عشان يشوفوا الموضوع وايه التغيرات. فمالك بيقول له بعد ما تشوف اللي حصل هنا هتروح كمان على القصر وعشان تشوف الأوضاع عاملة ازاي. يا ترى هما لسه على حطة ايدك ولا ايه ولا لأ؟ الوقت الممرضة بتكون قاعدة بتسمع موسيقى، فعليها بتقول للعامر ان انا خايفة تكون مفكرة ان هي جاية هنا عشان تستجم. لكن عامر بيقول لها سيبيها يا لمياء، طالما باسل مش موجود يبقى من حقها تشحن طاقتها. فعليها بتقول لها ايه المشكلة طالما باسل رجع لبيته يبقى هي كمان تروح بيتها وتيجي وانت جاي في الجلسة. فعامر بيفاجئها وبيقول لها ان باسل ما رجعش. فعليا بتقول له ازاي يعني مش قلت لي كل حاجة كويسة ويبقى ايه خليها في المستشفى. فبيقول لي باسل مش في المستشفى وبيعرفها ان هو راح لفاي. فعليها بتتصدم وما بتكونش مصدقة وبتفضل تصرخ فيه وبتقول له ازاي عمل كده وخلته يروح عندها. وبكرة هما الاتنين هيتطلقوا، الحرباية دي هنخلص منها وهتبعد عننا. فعامر بيقول لها اهدي يا علياء، طالما باسل قرر ان هو يشوفها يبقى مفيش اي قوة هتمنعه. في نفس الوقت باسل بيكون واقف برا عند المحل اللي بتشتغل فيه فاي وبيفضل يبص عليها، وفاي هي كمان بتبص عليه وبتشوفه. باسل بيخرج ليها وبيقف معاها وبيبص في وشها وبتوطي وشها في الارض. فباسل بيقول لها ارفعي وشك يا فاي وبصي لي، وبيتفاجئ ان هي كويسه وما تهتمش بالكلام بتاعه. فبيقول لها ان هو كويس اكتر من اي يوم تاني اكتر من اي يوم عرفته فيه او اكتر من يوم اللي اتولد فيه كمان. وعرف ان هو في ناس حواليه بيحبوه وعايزه هو كمان تبقى كويسه. وفاي بتقول له ان انا مستاهلش منك الكلام ده وبتسيبه وبتطلع تجري. فباسل بيفضل ينادي عليها وبيقول لها استني يا فاي. فاي بتتكلم معاه مترضاش ترد عليه وتقف. وباسل بيفضل يزعق وبيقول انت ما هربتيش، وبعدين بيقع على الارض وبيفضل ينادي عليها بصوت عالي. لكن فاي بتفضل تجري وبعدين بتقعد في الارض، تفضل تجري وبعدين بتقعد على الارض وبتبكي. في نفس الوقت تامر بيكون واقف وبيتكلم مع جواد، وبيان بتقول لرفيف شايفهم واقفين مع بعض بيتكلموا بقالهم فترة كبيرة وما ما شافوش بعض. وبعدين بتسأل رفيف عن اختها فاي. فرفيف بتقول لها ان هي كلمتها عشان تعرفها وتشوفها، ولكن هي لقيتها تليفونها مقفول. في الوقت ده تامر بيفضل يتكلم مع جواد وبيقول له يعني انت هترجع اسبوع وبعدين تمشي، مش دي مدة قصيرة؟ فجواد بيقول له ان انا هظبط اموري عشان نيويورك واتفقت مع مركز طبي هناك على كل حاجة، عشان كده انا جاي اشوفكم قبل ما اتضغط في الشغل. فتامر بيكون عايز يعرف منه ايه اللي حصل وبيقوله لما عرفت ان رفيف ان هي اتطلقت من علياء وكمان من فاي كمان ومشيت من القصر، يبقى قلت هترجع تاني لبعض ترجعوا تاني لبعض. لكن انت فاجئتنا كلنا وسافرت مع البنت دي حتى ما عرفتش اي حد حاجة. ويبدأ يسأله ان هو عايز يعرف ايه اللي حصل بينكم. فجواد بيقول له احنا الاتنين خدنا مع بعض واحنا نستاهل بعض، خدنا اللي نستاهله. وطبعا تامر ما بيكونش فاهم اي حاجة. ودي كانت سريعا احداث الحلقة 77 من مسلسل كريستال. استنونا في حلقات جاية كتير، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.